في المستقبل البعيد تم هندسة الناس وراثيا عشان يموت البني آدم بعد سن ال25 سنة بسنة واحدة بس. وفي الوقت ده بتكون عاوز تشتغل أكتر عشان تعيش وقت أطول عن ال25 سنة، لأن العملة في الزمن ده هي بقت الوقت. بتشتري أكلك بالوقت وبتدفع فواتيرك بالوقت، كله بالوقت. في الزمن ده الفقراء بيموتوا بسرعة، أما الأغنياء بيعيشوا وقت أطول، وكل الكلام ده محسوب بالشعرة في إيد كل واحد على شكل ساعة موجودة على ايده من اول ما بيتولد لحد ما بيموت. كمان لو عاوز تسيب المدينة اللي انت عايش فيها وتروح تتفسح في اي مدينة تانية، فانت تقريبا بتدفع شهر من عمرك، وساعات اكتر من كده بكتير، لانها بتبقى على حسب انت رايح فين. ومش بس كده، انت عارف ان في الزمن ده كل الناس صغيرة، مفيش عواجيز نهائية، لان نموهم هم كمان بيقف بعد ال25 سنة، ومش بيبان عليك نهائيا بعد كده اي مدة زيادة. فده بقى ويل شغال في مصنع وعمره عدى ال25 سنة بس بيشتغل، فده مخليه لسه عايش. بس في يوم من الايام ويل بيقرر يفرفش على نفسه، فبيروح يقعد مع اصحابه شوية في احدى الحانات اللي موجودة في المدينة. وهو هناك لقى راجل ساعته فيها قرن من الزمن، وده رقم كبير جدا مش متعودين ان اي حد يشوفه في الاحياء الفقيرة اللي ويل عايش فيها. بس ما كملوش كلامهم وجات عصابة كانت عاوزة تقتل الراجل ده وتاخد منه الساعة بتاعته اللي فيها 100 سنة. ويل بقى كان شايف كل ده وقرر انه يهرب الراجل ده من المكان كله. الراجل بقى اللي ويل هربه ده اسمه هنري ده راجل غني ومعاه من الوقت 116 سنة، بس فقد حد عزيز عليه، فكان زعلان جدا وكان شايف ان الطريقة اللي بتوزع بيها الوقت على الناس طريقة غلط والمفروض انها تتساب للقدر. بس ويل ما كانش مهتم بكلام هنري، بس هو قرر انه ينقذه عشان ما كانش هيقدر يشوف حد بيتقتل قدامه ويسكت. فنام هنري عند ويل، وتاني يوم الصبح قرر هنري يشكر ويل على المساعدة وقرر يديله عمره كله. وفعلا اداله العمر كله الا 5 دقايق عشان يروح يقعد عند اقرب كوبري ويرمي نفسه في المية عشان ينتحر. وبعد شوية صحى ويل وشاف الساعة بتاعته فيها الوقت بتاع هنري، فعرف ان هنري انتحر واداله الوقت بتاعه كله. فعلى طول ويل ساب البيت وراح لصاحبه تاني يوم وحكاله على اللي حصل واداله 10 سنين كهدية منه. وبعد كده ساب صاحبه وراح لأمه عشان ياخدها في أجازة من العمل ويتفسحوا شوية في أي حتة. وراح لأمه وكان خلاص فاضلها ثواني وهتموت، فضل يجري ناحية أمه عشان يلحق يديها وقت من اللي في إيديه، بس في الآخر ملحقش ويل يديها أي وقت وماتت أمه. وبعد فترة بيقرر ويل إنه يسيب المدينة اللي هو عايش فيها وبيروح لمكان اسمه نيو جرينتش، والمكان ده تقدر تقول عليه مكان للأغنياء فقط. وعلشان يعرف يوصله دفع 1 و3 شهور من عمره، وهو راح المكان ده عشان ينتقم من كل الأغنياء عن طريق إنه ياخد كل وقته. وهو عاوز يعمل كده لأن الأغنياء بيدوا رواتب صغيرة جدا للعمال بتوعهم، وده اللي خلى ام ويل تموت بسبب الوقت الصغير اللي بيديهولها مقابل شغلها. واول حاجة فكر يعملها عشان خاطر يعرف يسحب من الاغنياء الوقت ده كله هو انه يروح صالات القمار، لانه كان حريف في اللعبة دي جدا وبدأ يلعب مع الاغنياء كتير لغاية ما بقى عنده اكتر من 1100 سنة، وده رقم كبير ويل عمره ما شافه. ومن ضمن الاغنياء اللي قابلهم ويل هناك واحد اسمه فليب وايس، وهو عنده بنت اسمها سيلفيا، وكان باين جدا بويل انه معجب بيها من اول نظرة. ومن كتر ما فليب حب دماغ ويل وطريقة لعبه عزمه على حفلة في القصر بتاعه تاني يوم. وفعلا تاني يوم ويل راح له القصر بتاعه، وفي مرة والتانية حبوا بعض هو وسيلفيا. ولكن قبل ما نكمل مع ويل تعال اقول لك حاجة مهمة جدا. الاول كان في ضابط اسمه ري شاف جثة هنري اللي ادى لويل عمره كله وانتحر، وكان بيدور ري على ويل عشان يقبض عليه بتهمة السرقة، لانه كان عارف ان هنري معاه ثروة كبيرة جدا، لان هنري اول ما مات كانت ساعته كلها اصفار ومفيش عليها اي عمر من السنين، ولو حتى الشخص مات وساعته كان فيها وقت بيبان برضه بعد ما بيموت. فضل ري طول الوقت بيتبع ويل بيصرف كام وفين، وكان معاه خطوة بخطوة لغاية ما شافه في بيت فيليب فراح يقبض عليه. وفعلا لما وصل اخد ويل على جنبه وسأله منين جبت الوقت ده كله، فقال له كل حاجة بصراحة من اول هنري لغاية لعبة القمار. فبدون مقدمات اخد ري كل الوقت بتاع ويل وتحفظ عليه وما سابلهوش الا ساعتين بس، وري اصلا كان باين عليه انه ما بيحبش الفقراء. المهم بقى ان ويل لما لقى نفسه انه خلاص قدامه ساعتين وهيموت جرى بسرعة وخطف سيلفيا وهرب بره القصر على طول. طبعا ري جري وراه
بس ويل طلع بيعرف يسوق كويس جدا فعرف يهرب منه، بس وهم ماشيين كان قدام ويل دبابيس فبالغلط وقع فيها فاتقلبت منه العربية واغمى عليه هو وسيلفيا. بس مين بقى اللي كان حاطط الدبابيس دي؟ اللي كان حاططها هم العصابة اللي هنري كان بيجري منهم في الاول وويل انقذه منهم، اللي هم عصابة الوقت. المهم ان العصابة دي لما شافت واحدة غنية مع ويل اخدوا كل الوقت بتاعها الا نص ساعة، والوقت بتاعها كله كان فيه 10 سنين، وسابوا ويل لان الشرطة سحبت منه كل وقته ومش باقيله الا كام دقيقة ويموت. ولما صحي ويل وسيلفيا لقوا ان وقتهم بيخلص وجريوا بسرعة عشان يروح لصاحبه اللي اداله 10 سنين من وقته قبل كده. بس لما وصل لبيت صاحبه وسأل عنه مراته قالت له انه مات لانه فضل يصرف في الوقت ويشتري حاجات كتير ملهاش اي لازمة وهو مش واخد باله لغاية ما وقته خلص ومات. وقتها ما كانش فيه وقت لسيلفيا وويل غير 3 دقايق، فاخد ويل حلق سيلفيا وراح باعه بمقابل يومين كل واحد فيهم يوم. فلما لقى ويل نفسه خسران خلاص فكلم فيليب ابو سيلفيا وطلب منه 1000 سنة مقابل انه يرجع له بنته، وال1000 سنة دي طلب انها تتحول له على بنك الوقت. وبس اخد ويل سيلفيا وراحوا يباتوا في بيت ويل اللي محدش يعرف عنه حاجة. وسيلفيا كانت بتحب ويل حتى بعد ما خطفها وتهديده لأبوها. وتاني يوم عرف ويل ان البنك مفيهوش وقت، فده معناه ان فيليب مرضاش يبعت ال1000 سنة علشان بنته. فنزل ويل مع سيلفيا واداها مسدس وقال لها تروح تكلم ابوها تاني من التليفون العام وهو هيراقبها من بعيد. وهي بتكلم ابوها لقت الضابط ري جاي وكان هيقتل ويل، فضربته بسرعة بالنار من غير اي تردد واخدت ويل وهربت. وبعد شوية جم صحاب ري وطلعوه بالعافية من الحي اللي ويل عايش فيه، لان الاماكن دي مش بيدخلها ضباط اساسا لانها ضايعة من كتر فقرها. وبعد ما فقد ويل الامل في انه ياخد اي وقت من فيليب فقرر انه يستغل عربية ري اللي هي بتاعت البوليس اللي معاه، وبقى بيثبت الناس الأغنياء اللي في الشارع وبياخد عمرهم كله إلا يوم. وسيلفيا كانت مبسوطة بموضوع السرقة والهروب والكلام ده لأنها غنية وعمرها ما جربت إحساس الفقر اللي حس بيه ويل لما لقى الوضع خطير قال لها أنت تقدري تمشي دلوقتي لأن الوضع بقى خطير وانا خايف عليك، لكن فضلت معاه بمزاجها وخصوصا بعد ما ري اصدر امر بالقبض عليها هي كمان من بعد ما ضربته بالنار. ويل وسيلفيا ما اكتفوش بسرقة الناس في الشارع بس، دول عملوا عصابة واقتحموا بنك الوقت اللي كان بتاع ابو سيلفيا وسرقوه، وبدأوا يوزعوا من الوقت اللي سرقوه كمية كبيرة جدا على كل الناس الغلابة والناس المحتاجة. الفكرة هنا ان مش بس الشرطة اللي بتجري وراه بل كمان عصابة الوقت لانها كانت عاوزة تسرق الوقت اللي مع ويل وسيلفيا. وفي مرة العصابة كانت بتدور عليهم وبتسأل الناس عنهم، وواحد من الناس قال لهم انهم شافهم ساكنين في فندق قريب من هنا، فراحوا على طول على الفندق ودخلوا لويل وسيلفيا وثبتوهم هما الاتنين. بس قائد العصابة عنده مبدأ بمعنى انه مش بيحب يقتل ويمشي او يسرق ويمشي، بس بيقاتل اللي قدامه واللي بيفوز هو اللي بيعيش وبياخد وقت التاني. والقتال ده عبارة عن مين يقدر يثبت ايد التاني اكتر وقت ممكن، فبيسحب منه كل الوقت، لان انت عشان تسحب وقت من حد لازم تفضل ماسك ايديه لمدة لحد ما الوقت يتسحب كله. فويل كان حريف جدا في اللعبة دي فبسرعة اخد كل الوقت بتاع قائد العصابة. ولما كانوا مشغولين وبيتفرجوا على اللعبة ويل طلع سلاحه وقتلهم كلهم واخد وقت قائد العصابة كله واخد سيلفيا وهربوا. بعد شوية لما بدأت سيلفيا يرتاحوا ويهدوا لقوا ان الكام 1000 سنة اللي بيسرقوها مش بتأثر قوي مع الناس، فقالت له انها هتخلي ويل يسرق ابوها. وفعلا ظهر ويل وثبت ابوها وطلع معاه للخزنة واللي كان فيها 1,000,000 سنة من الوقت، فاخدها ويل واخد سيلفيا وهربوا. ومرة واحدة ري بيلاقي هبوط مش طبيعي في سوق الوقت لان في سنين كتيرة جدا اختفت فجأة من السوق ومحدش عارف راحت فين. وطبعا احنا عارفين ان ويل هو اللي اخدها من فيليب، فاخد ري عربيته وحاول تاني انه يقبض على ويل وسيلفيا باقصى سرعة ممكنة. واول لما شافهم ادى امر لكل الضباط انهم يضربوا عليهم نار، لكن ويل كان راكب عربية ضد الرصاص فهرب منهم بسهولة، بس برضه ما سابهمش وكمل جري وراهم. وفضل ويل يجري لحد ما ودى 1,000,000 سنة للحي الفقير اللي هو عايش فيه علشان يوزعوها على الناس، لكن ري ما همهوش الوقت اللي بيتوزع وجري وراهم عشان يقبض عليهم. بس ري نسى يبص على الوقت بتاعه، فبعد ما وصل لويل وسيلفيا وكان لسه هيضربهم بص على وقته ولقاه بيعد في اخر كام ثانية ومات بعدها، لان الشرطة كانت مش بتسيب وقت كتير معاهم وهم بره المكان عشان لو حرامي خطفهم ما يقدرش ياخد منهم اي حاجة. المهم ويل وسيلفيا كان كمان متبقي لهم كام ثانية وهيموتوا لانهم وزعوا كل الوقت اللي معاهم. فافتكر ويل ان عربية ري بتاعت الشرطة فيها جهاز تحويل وقت علشان لما يروحوا يقبضوا على حد في مسافات بعيدة يقدروا ياخدوا وقت زي ما هم عايزين. فجرى ويل وسيلفيا واخدوا من جواها كمية وقت كافية بالنسبة لهم. وبس باللي عمله ويل وسيلفيا قدروا انهم يحولوا سوق الاقتصاد كله والناس بقى معاها وقت كفاية. سيلفيا وويل ما بطلوش سرقة نهائية بس بدأوا يتوسعوا ويسرقوا بنوك اكتر ويدوا الناس المحتاجة. تفتكر بقى بعد كل ده ان فيليب ده بالصدفة هو اللي وقع عليه الحظ وان ويل يسرقه ويخطف بنته؟ بالعكس،
ويل كان عارف هو رايح فين كويس، وكان عارف هو رايح يسرق مين. لان انت لو فاكر في الاول لما ام ويل ماتت، اهدي بقى ماتت لانها بتاخد وقت صغير جدا من شركة فيليب، ووقتها حب ويل انه ينتقم منه، وفيليب اتاخد منه كل وقته اللي هو بالنسبة له ثروته وفلوسه، وحبه لبنته دي كانت بالصدفة. وبس الفيلم بيخلص. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده. شكرا.